دلوقتي يا جماعه احنا رايحين فين؟ كريسماس فاكتوري. رحنا كريسماس فاكتوري الموجود في منطقه جازي. انا هو بقول لكم المكان علشان لو حد هيجي في الوقت ده في الكريسماس يقدر يروح. دخلنا بقى المكان والناس قبل ولا توتا ايه ده؟ بيومي فؤاد في حملة فريزر صح؟ نفس البلطو بتاعه. كلاكري سوينا استني ايه ده استني رايحه فين؟ قولي لي روتين شعرك بسرعه. مجنونه خالص يا حبيبتي. طيب الفكره ان بيبقى فيه بقى زي بازار، يعني حاجات بقى بيبيعوا فيها بقى حاجه الكريسماس، ديكورات لشجره الكريسماس، بيبيعوا العاب للاطفال، في كمان حلويات، يعني لو حد عايز بقى يشتري حلويات اللي هي السكاكر، معرفش بتتنطق صح ولا انا بقول ايه. في طبعا شجره الكريسماس، في مش شجره واحده، في شجر كتير جدا، والعاب بقى كتير وكل الحاجات من دي. وفي زي ملاهي، اللي هو هنقول مثلا ايه زي الملاهي اللي هي الالعاب بتاعت الملاهي، والاطفال طبعا بتبقى مبسوطه جدا بالالعاب دي وبتجري تقعد تلعب بقى فيها مع اهاليهم. وبقى دلوقتي هنقعد بقى نلف في الكريسماس فاكتوري ونتفرج على الحاجات اللي موجوده وافرجكم عليها، ونلعب بقى الالعاب والحاجات دي كلها. طبعا إليني، وبصراحه مش بس إليني، انا شايف ان اختي كانت متحمسه اكتر من إليني. كان في كام لعبه كده عايزين يلعبوها وقعدوا يلعبوا. ده المكان بقى اللي الاطفال بيدخلوا يكتبوا فيها الجوابات لبابا نويل، الحاجات اللي عايزينها علشان يجيبها لهم. دلوقتي بقى الاطفال بيدخلوا في المكان الراجل اللي بيشرح فيه بالظبط ايه الخطوات اللي المفروض بنعملها، اللي هو بقى ايه يدخلوا ويقول لهم هيعملوا ايه بالظبط، هيشوفوا ايه، كل الحاجات دي. لا بصوا انا هترجم لكم بقى علشان ايه، هو بيقول كلام كتير، هو بيشرح بقى للعيال ايه اللي هيحصل بالظبط، بتعملوا ايه، هتدخلوا فين، كل الكلام ده. إليني لوزة حبيبتي ولا مهتمة اصلا بوجودي ولا مركزة معايا، هي متحمسة لان هي عايز اقول لكم ان دي باين اول مرة باين تدخل جوه. بصوا ده المكان اللي المفروض اللي بيساعدوا بابا نويل دول اللي هم الاقزام بيناموا فيه، فعلشان كده قالوا لهم كله بقى يوطي صوته علشان هم نايمين. ده واحد هم الاقزام بس هو كبير شويه، قالوا لهم ان هم نايمين فايه بهدوء. يدخلوا كده زي فصل وفي سبوره وكل واحد ياخد جواب ويكتب هو عايز ايه لبابا. وطبعا دايما متحمسين، هتلاقوا شغالين في مكان ماما دلوقتي تدخلت في الموضوع، بتقولي يكتبوا طلباتهم وامنياتهم وكل واحد عايز ايه من بابا نويل. انا مش فاهم ايه المختلف اللي انا قلته، بس عشان اراضي امي. ماشي شكرا يا ماما على الاضافه. طبعا إليني زي ما احنا شايفين هي واخده الموضوع بجد وبتمتحن، هي مش بتكتب جواب، بتكتب امتحان. الغريبه بس ان في راجل وست كبار ورا بيكتبوا برضه في الجواب. هي ما بتقولش كلام مهم دي، بس انا صورتها علشان يعني حاسس ان هي عامله μαγνud. لما بيكتبوا الجواب بيطلعوا تاني معاهم الجوابات في ايديهم، وبنعدي على المكان اللي هو الناس نايمين فيه ده. اللي انت تيجي نصحيهم؟ تعالي نصور ونجري. تيجي نصحيهم؟ انا تعالي صوري جنب طبعا بقى احنا شايفين كل الاطفال ازاي مبسوطين، كل واحد مسك الجواب علشان بقى هيروحوا يحطوا الجوابات دي لبابا نويل. دلوقتي بقى هندخل عند المتاهه علشان يحطوا الجواب اللي هم كتبوه لبابا نويل ويحطوه في الحله السحريه علشان تجي لهم الهدايا اللي هم طلبوها. بيدخلوا بقى مكان كده زي المتاهه وبيدوروا على حله علشان يحطوا الجواب ده جوه الحله، واخيرا لقوا الحله المسحوره، ودلوقتي بقى بيعملوا السحر بتاعهم علشان قبل ما يحطوا الجواب ويتحقق. كتبنا الجواب بقى نروح نكمل لعب في الملاهي. في بقى المبنى ده
معمول زي هنقول ايه زي الفود كورت، بس الفكره اللي فيه ان كل الحاجات اللي جوه الناس بقى اللي بتحب الحلويات والمكسرات يدخلوا المبنى ده ويعيشوا. انت طبعا مبسوطه بكريم خليه ده وانا بتاع الاخضر ده. وكل انواع والبتاع دي انتوا عارفين ده مش ايس كريم، يعني هو ايس كريم ومش ايس كريم، بمعنى ان هو نفس طعم الايس كريم بس سخن ما بيبقاش ساقع، فالناس اللي بتخاف من الايس كريم زورها مش هيقولوا. هليني انت بتاكلي ايه؟ تيتروس تيتروس كرالينا. ايه كرالينا ده بقى؟ اللي هو ده حلو؟ ايس كريم؟ لا مش ايس كريم. طب هاتي لحظة. ايه بس يا تاتا. فخفخينة رضعت الاسد. وميرنا هنا مقتنع ان ده القبيسي. Hello, is that Kubesi? Is that Kubesi? This one? That's fake. It's fake. كمان بلاستيك كوبيس عنده بجد والله قد كده. احنا دلوقتي داخلين نشوف بقى بابا نويل ونتصور معاه. نسيت اقول لكم ان كريسماس فاكتوري ده مكان كان اصلا مصنع، المصنع ده بتاع الغاز الطبيعي اللي بيوصل البيوت، بس لما اتبنى حواليه وبقى منطقه سكنيه قفلوا المصنع ده وبقى مهجور، وبعد كده رجعوا فتحوه عملوه كريسماس فاكتوري علشان الناس تروح تحتفل في الكريسماس والحاجات من دي. ودلوقتي احنا داخلين بقى عند اهم مكان موجود هناك، هو البيت بتاع بابا نويل ذات نفسه. ليني مبسوطة؟ لازم تضحكي اوكي؟ ودلوقتي جت دور على إليني ان هي تتصور مع بابا نويل. وطبعا احنا ما يهدلناش بال غير لما نلعب سكيتنج، فدلوقتي ليني هتلعب بقى سكيتنج. يعني لو عاشور احساسك ايه وبنتك بتتزحلق؟ كنت بتحب وانت صغير تتزحلق؟ لا اللعبه دي عرفتها لما كبرت. طبعا انا مش مبهور بالسكيتنج لاني بجد والله مش بهزر موجود منه في القاهره. انا فاكر كان في جنينه مول اللي في مدينه نصر كان فيه بتاعت سكيتنج كده، ورحنا رحله تبع المدرسه ولعبنا فيها. اوعى تقع يا بت، ما تخافيش ما تخافيش يا اخويا. بنت وقعتش كام مرة يا بنت؟ يعني 100. وكده يبقى خلصنا الفلوج بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم.